الشاي ده على فكرة من المشروبات اللي غنية عن التعريف طبعا، مش المشروبات المظلومة طبيا أو بيتقال عنها معلومات كثير خاطئة. طبعا هو مش موضوعنا في القناة الطبية، إن شاء الله نعمل فيديو عن الشاي، لكن على الأقل هو مظلوم في حكاية إنه بيرفع الضغط دي وما بيرفعش الضغط. فكلمنا بس عن الشاي كده بسرعة، عشان دي قعدة عرب، وقعدة العرب بيحلى فيها الشاي. قعدة العرب المفروض إن هي كل فترة لو في موضوع معين كده أنا بجيب الناس اللي هي متقنة لهذا الموضوع وشايفاه بشكل جيد، وإيه المشاكل اللي فيه ونحلها إزاي، أو إذا كان مفهوش مشاكل، موضوع تراثي موضوع تاريخي أيا كان الموضوع اللي هيتفتح. النهاردة حابب أحكي مع حضراتكم والحكاية بهدف النفع، وبهدف إن إحنا نغير من أي مفهوم خاطئ أو أي مفهوم قد يترتب عليه فساد في المجتمع. والفساد هنا بمعنى يعني الشيء اللي تلف، يعني زي كده منتهي الصلاحية، يعني مش الفساد اللي هو الناس اللي هي بتفسد وبس يعني. فالنهاردة كان في رد من الدكتور جمال شعبان أو محمد رمضان، طلع بصورة وجنبه دولارات طبعا، وفي وقت احنا بنعيش فيه او العالم كله بيعيش فيه ازمات اقتصادية كبيرة والكل بيعاني، وطالع طبعا تقريبا خالع عريان او اللبس بتاعه اللي هو مش مهذب وما يليقش بإنسان سوي نفسيا، وجنبه صور الدولارات. فطبعا استثار ردود أفعال الناس أو ردود فعل الناس، وكل واحد كتب رأيه في هذا الموضوع أو في تعليق أو بأي طريقة من طرق التواصل. المشاهير أو الناس صفحاتهم بتوصل بسرعة، الناس المشاهير زي الدكتور جمال شعبان، والناس المشاهير اللي هم لهم قيمة يعني زي الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق. فكتب له، هو الدكتور جمال بيتحدث بما عنده، بيتحدث بعين الخير، فبيقول له لو يعني اتبرعت بيهم أحسن، ما قالهوش يعني ما أحرجهوش يعني. تمام. رغم انه انا كان نفسي الدكتور جمال شعبان لا ينظر لهؤلاء الناس، لانه ما بيجيش منهم الا شر، وان كان الدكتور جمال لا يقصد ذلك الامر يعني. فكتب له ورقه وتبرع بيهم كان افضل. فراح الفنان محمد رمضان رد وقال له شوف المستشفيات اللي انت عاوزها او الاجهزه اللي انت عاوزها وانا اتبرع بيها. تمام. يعني انا عن نفسي رحت كتبت على الفيسبوك، او انا شايف ده انه ما كانش يعني الدكتور جمال أنا شايفه منزله كبيره ما ينفعش يخش في الجرف ده او الاعمال دي، يعني مش يدخل فيه انه هو هيمثل، لا ان هو يعني أصل كل حاجه عايزه تتفسر دلوقتي عشان ما حدش يقول لك لا ده كان قصدي كذا ده كان قصده كذا. فعشان كده بشرح الكلام بشيء من التفصيل، يعني يخش في الماء القصة دي نفسها، وإن محمد رمضان يرد عليه وهو يرد على محمد رمضان، ويتسبب إنه حد زي ده يتبرع لحاجات. فكتبت إن هو كان في غنى عن الجرف، أو أنا شايف إن هو في غنى عن هذا الهراء ده. ليه بقى؟ لأن الناس دي لا يأتي منها خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر، الحديث فيما معناه يعني عشان ربما أنسى بعض الألفاظ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فربنا ما بيقبلش إلا الطيب، ما بيقبلش الخبيث، تحقيقا لمبدأ النفع في المجتمع. فأنت الفلوس دي في ظاهرة إنك أنت لو خدتها وأنقذت بها مريض فهي خير، لكن صفات الخير والشر في الشيء ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقرر هذا الكلام. يعني ربنا سلب خاصية الذبح من السكين في حادث سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم. فالشاهد في القصة بس عشان ما أخشش في مواضيع كثيرة، إن
الناس اللي بتتبرع بأشياء ومالها فيه شبهة ومالها حرام، مفيش حاجة اسمها إن أنا أخده للفقير. يعني أنا عن نفسي كل ما أبعد عنه كان أفضل، لأن أنا قدامي حاجة بتتعارض، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمفيش حد هنا يجي يقول لي ده ربنا اللي بيقبل مش إحنا، لا. أنا بتكلم عن عملك أنت مأمور إنك أنت تمشي بما يحقق في طريقك نفع للبشرية. وإني أنا أساعد واحد زي محمد رمضان بالأعمال بتاعته، يبقى أنا مش بحقق نفع للبشرية، أنا كل مالي بسند ده. هتقول لي ما هو أنت كده كده شغال حلو، كده كده هو شغال. طب أنا هحذر ابني من النماذج دي إزاي لما يشوفني أنا بقبل منهم تبرع وأروح جايب بيه جهاز للمستشفى؟ لما انا اقول له ما تعملش هذا الموضوع، ما تخطئش في هذا الامر، ما تشوفش الناس دي، ما تتفرجش على الناس دي. طب انا هاجي بعدين اقول له ازاي؟ ازاي هقول له الكلام ده وازاي احذر من الناس دي لما هو هيشوفهم انهم ناس بتعمل خير في المجتمع؟ لا مش مشكله، يبقى انا كده اهم ان انا اجيب فلوس، يبقى انا اعمل اي حاجه اجيب فلوس باي طريقه، بحيث ان انا لو فقير احتاج جهاز اساعده. ما هو لا، هو الهدف الاسمى ان انا ما الاقيش فقير محتاج، الهدف الاسمى ان انا ما الاقيش مريض محتاج، مش تبقى سعادتي في الحياه ان انا ادور على فقير برضه واديله، لا ده مش عاوز برضه. لكن المفروض استمتع لما انا اعمل كده، خلاص موجود الفقير بقى. لكن انا المفروض يبقى تفكيري انه ما فيش فقير. فالقصه مش خلاص واحد زي محمد رمضان انا حاربه ازاي لما يفسد في المجتمع ويقدم لي قذرات الاعمال. والحسبة بقى النجاح، هم بيحسبوا النجاح بالمشاهدات، وإن كانت المشاهدات ضرورية، وأنا أدعوكم أنكم تدعموا وتشاهدوا العلماء. مش بقول لكم قناتي أنا، لا، شاهد العلماء وشاهد الناس وشاهد وشوف هنا وهنا، بحيث الناس دي تحقق مشاهدات. لكن لا، الرقاصة هتلاقي مشاهدات أكتر. الفكرة مش في كده خالص. في رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن منزل نماذج في منزل الزنا، ومنزل الخيانات الزوجية، ومنزل البنت اللي ترد على أبوها. يعني ده أنا لما آخد منه تبرع أو أقبل منه تبرع هحارب الحاجات اللي هو بيعملها دي إزاي. ومش معنى الحرب في هذه الحياة، اتفضل يا أبو حسام، مش معنى الحرب على هذه الأمور إن أنا أحاربها امسك سيف يعني ولا امسك بندقية. أنا لا، أنا عايز ما يضرش المجتمع وما يزعلش حد إن الناس تطلع نظيفة يعني. أظن ده مطلب كل الفئات على اختلافها واختلاف توجهاتها واختلاف معتقداتها. تمام؟ فأنا هقبل منه إزاي تبرع؟ فالأفضل إن أنا ما أقبلش منه خالص. ده رأيي الشخصي. ولكن لو حد عايز يشوف رأي عالم في هذا الموضوع يرجع لمسألة مشابهة، وهي رأي الدكتور أو الأستاذ الدكتور محمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر رحمه الله تعالى. فده الموضوع اللي حبيت يعني أحكي مع حضراتكم فيه، بدون الدخول في التفاصيل بتاعت أهل التخصص، ولكن أستطيع أن أنقل لكم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقبلش الشيء اللي فيه خباثة، فطلب ربنا ما يقبلهوش، طلب ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلهوش. هل أنت مستني إن هو يحقق نفع ويعالج المرضى؟ وده ممكن جهاز يتسبب في حريقة، ممكن جهاز يصيب المرض أكثر، يكتشفوا في أخطاء. حتى بص، حتى لو تماثلت نسبة الشفاء أمامك، لكن لازم هتلاقي في الآخر حاجة لا تتوقعها، لأن هذا الشيء لا يقبله الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والنتائج كلها بيد الله. والشيء الذي لا يقبله الله عز وجل لا تبحث فيه عن أي خير. تمام؟ قصة ده ربنا اللي بيقبل مش احنا، دي عاملة بالظبط زي ما اقول لواحد ده اللي هيسرق ده هيخش النار، اللي هيزني ده هيخش النار ما لم يتب. تمام؟ مش بتكلم عن شخص بعينه. تمام؟ فهيقول لي، تلاقي واحد يرد يقول لك انت ما مسكتش صكوك المغفرة، انت ما حدش قال لك فلان في، ايوه ما حدش قال لي فلان في الجنة وفلان في النار. ده يمكن محمد رمضان يتوب وربنا يبدل حسناته سيئات ويبقى في فعلا. انا مش بتكلم في القصه دي خالص، انا بتكلم هل ينفع ناخد فلوس من حد
زي ده إلا للضرورة بقى، دي يفتي فيها العلماء مش أنا. تمام. وبرضه نفس المسألة بتاعت الدكتور محمد المصير على موضوع المسجد اللي بناه سعد الصغير. ففي حاجات ما ينفعش فيها تكون وجهات نظر، لا، لازم يكون فيها الرأي للعلماء أو حد يكون ظهر عنده الدليل. مش بقول لك ما تتكلمش في هذا الموضوع، لا اتكلم. ما هو أنا راجل صيدلي، بس أنا صيدلي تعلمت في الأزهر من أولى ابتدائي. أجيد قراءة القرآن الكريم الحمد لله، أجيد فهم اللغة العربية نوعا ما. ففي عندي بعض الأمور اللي من خلالها أو بعض الصفات اللي من خلالها أقدر أنقل لك رأي العلماء، وأقول لك ده بيقول إيه وده بيقول إيه، وأنا كمواطن أو أنا كعامي ما أميل لمين، ومرتاح لمين، وأحس إن أنا كده إيه، خلصت ذمتي وخلصت رقبتي من